السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ النهاردة على قناة شرح مختصر هقدم لكم موضوع جديد عن دار الأوبرا المصرية، وعن صندوق التنمية الاجتماعي أو صندوق التنمية الثقافية. دار الأوبرا المصرية بتقدم حاجات كتير قوي، ممكن الواحد ما يكونش واخد باله ان هي مهمة، لكن هي مهمة جدا لتنمية الفكر وتنمية الذات، وكمان بتبقى خروجة حلوة. ممكن الواحد يستمتع بيها وينمي فكره، ان بيبقى فيها كل يوم جديد، وكل يوم فيها ثقافة مختلفة بتنمي فكر الواحد وبتخليه انه يقدر يتمكن من انه يواكب الأحداث الجارية. تعالوا نعرف دار الأوبرا المصرية بتقدم ايه غير الحفلات. اولا هي بتقدم برضو حجز حفلات، زي ما احنا شايفين قدامنا حفل، حجز الكتروني لحفل عمر خيرت اللي هو سوليست بيانو. طبعا بنخش على الموقع ونقرا التفاصيل، بيدخلنا على اسم الحفلة وكاتب جنبها حجز دي بيعمل نظام دفع إلكتروني بحيث ان انت تبقى حاجز الحفلة بتاعته. غير الحفلات، دار الأوبرا المصرية بتقدم كمان جدول عليه كل الأنشطة اللي تخص دار الأوبرا المصرية، سواء مركز تنمية المواهب، سواء مسرح، سواء تعليم على العود أو البيانو أو الكمان، في رسم، في كمان حفلات موسيقى المعهد العربي، المعهد الموسيقى العربية، وكمان في حفلات لناس كتير مطربين. ده الجدول بتاعهم، تقدر تخش على الموقع وتسرش على دار الأوبرا المصرية، بيديك جدول الشهري بتاعهم، كل شهر بيبقى فيه حفلات متنوعة، تقدر ان انت تشترك فيهم من خلال الموقع او تروح تدفع نقدي يعني في المكان. طيب دي ازاي بنحجز حفلة على الموقع؟ طيب صندوق التنمية الاجتماعي تبع وزارة الثقافة ده من احسن الحاجات اللي هي بتنمي الواحد وبتنمي نشاطه، وبتخليه كويس جدا انه يتابع الحركة الثقافية في المجتمع. في اماكن كتير قوي بتدعم انشطة كتير زي الغنى وحفلات الموسيقى وتعليم الآلات والورش الفنية، زي الرسم أو الكولاج أو حاجات. وكمان الغنى طبعا في ناس كتير قوي بتطلع بتتدرب على الغنى وتعليم الآلات كلها، سواء عود أو كمان أو بيانو. كمان بيبقى فيه مسابقات فنية جدا خلال الصوت، لو حد مثلا صوته كويس يقدر يغني في الأوبرا، بيعملوا برضو حفلات ومسابقات. كمان وزارة الثقافة بتهتم جدا برعاية المواهب والأنشطة في مراكز كتير، مركز طلعت حرب، مركز تنمية، مركز الحرية للإبداع. يعني في حاجات كتير قوي وزارة الثقافة مهتمة بيها جدا من خلال صندوق التنمية الثقافية. طيب نبص على كده الجدول بتاعهم، كل شهر بيبقوا كاتبين كده بشكل شهري ايه اللي ممكن بيتعمل يعني في الشهر. مثلا قبة الغوري، فرقة التنورة الساعة 7:30. مركز الحرية للإبداع باسكندرية، ده زي التنمية الثقافية عندنا في القاهرة، التنمية الثقافية برضو في اسكندرية. في مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا من الحد اختبارات مسابقات الصوت. برضو في منتدى ثقافة وإبداع، بيعملوا ندوات وبيعملوا حفلات، وبيديروا مثلا الكاتب الصحفي طارق الطاهر الساعة 6 مساء. يعني حاجة كويسة جدا ان هما بيجيبوا اسم الحفلة والمكان وبتقام الساعة كام، فدي حاجة كويسة جدا بيعملوها. تاني حاجة، ده بقية الجدول بتاعهم. قبة الغوري برضو أنشطة كويسة جدا، وفي ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية، وفي ازاي يعني، وفي حاجة اسمها قصر الأمير طاز، بيعملوا صالونات، وفي سينما الهناجر
عاملين عروض مدرسة عربية للسينما مع أكاديمية الفنون 6 مساء. طيب تمام، احنا بقى دلوقتي عشان نخش على كل حد بيعمل حفلات، او كل مكان بيعمل حفلات او بيعمل عروض او انشطة او تنمية مواهب او ورش عمل، بنخش على موقع صندوق التنمية الثقافية، بيطلع لنا الأماكن كلها اللي تبعه اهي، زي بيت العود، مركز جمال عبد الناصر الثقافي، مكتبة مصر العامة، مسرح الجمهورية، مركز الفنون، مركز الهناجر بالأوبرا طبعا، ومركز الموسيقى، ومركز الطفل، يعني مركز الإبداع طبعا فن البيت السحيمي. فكل مراكز الإبداع وكل أماكن الثقافة موجودة على الموقع. نقدر نكتب هنا المكان اللي احنا بنختاره وندوس، هيطلع لنا هو دلوقتي ايه النشاطات اللي عندهم خلال اليوم ده او الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده من خلال الموقع. فده بيبين لك الجدول خلال الايام اللي جايه. طيب نيجي برضو نعرف الورش الفنية في مكان اسمه مركز الأمير طاز. ومركز الأمير طاز ده برضو مركز إبداع خاص بصندوق التنمية الثقافية. بيقدم أنشطة فن تشكيلي للصغار وللكبار، ولمدة 2 ساعة بس، من 6 ل17 سنة. وكمان في أنشطة موسيقية وفي أنشطة مسرحية وأنشطة ثقافية، يعني الشعر والرحلات وورش تدريب مسرح للأطفال، ونشاط الموسيقى طبعا، كتابة النوتة وازاي الواحد يتعلم بيانو، وكل الآلات اللي موجودة في الحفلات يتم التعليم عليها. طبعا بيبقوا كاتبين هنا مواعيدهم وأماكنهم والساعة كام، وتقدر تتصل من على الموقع بالتليفون، تقدر تعرف بالتفاصيل أكتر. طبعا في حاجة اسمها بيت العلوم والثقافة، اسمه بيت السناري، ده تابع لمكتبة الإسكندرية. ده مكانه في السيدة زينب، وبيعمل ورش طبعا، ورش عمل خاصة بأساليب الدفاع عن النفس مع العلاج بالفن. وكمان الجدول بتاعهم موجود قدامنا، بيعملوا ورش أزياء تراثية، ومع طبعا مع الاشتراك مع مكتبة اسكندرية. يعني المكان ده في السيدة زينب، بس بيعمل مع شراكة مع مكتبة اسكندرية. طبعا في حاجة كمان بيت اسمه بيت السحيمي، ده بيقدم برضو أنشطة كتير للأطفال، مثلا أراجوز وتعليم الموسيقى، وكمان مكان ترفيهي للرسم. وكمان آخر حاجة هنقدر نقدمها حاجة تبع قصر الأمير باشتك، أغاني الزمن الجميل اللي هو القديم. كده أنا شرحت لكم بالظبط مواقع اللي هي خاصة بتنمية العقل والورش العمل، وازاي تقدروا تنموا مواهبكم من خلال الموقعين دول. دي حاجة مفيدة جدا، وأرجو أن أنا أكون وفرت لكم المعلومات كلها اللي تقدروا تستفيدوا بيها. هو أماكن للخروج، وفي نفس الوقت أماكن لتنمية الذات والفكر وتنمية المواهب. لو حد حاسس نفسه ان في موهبة، سواء رسم، سواء موسيقى، سواء تمثيل، مسرح، يقدر يروح الأماكن دي، هيقدر يفرغ هذه الموهبة بالشكل الصحيح. أنا كده شرحت شرح مختصر على قد ما أقدر المميزات اللي في الموقعين دول، وإزاي تقدروا توصلوا للمكان والطريقة اللي هي تختاروا بيها المكان، وتعرفوا جدول الأسبوع أو الشهري ليهم والأنشطة بتاعتهم. وشكرا لاستماعكم، وأرجو مشاركتكم لهذا الفيديو لوصوله لعدد كبير من الناس، عشان يعرفوا يوجهوا نفسهم للمكان الصحيح. تاني حاجة يوجهوا أولادهم برضو تنمية مواهبهم، ودي حاجة كويسة. بشكر استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.